السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم فيديو جميل جدا وان شاء الله يعجبكم. النهارده بقى هنتكلم على ان فراخك لو مش بتبيض او بتبيض البيضه من غير قشر، ايه الحل ليها؟ طبعا الحل عندي باذن الله. لو فراخك مش بتبيض لمده 3 اشهر اعرفي ان هي عندها دهون، والدهون ديت لازم تسيح. نحط لهم خل على الميه لمده اسبوع، مرتين يعني، كل اسبوع تحط لها خل على الميه لمده اسبوع. تحط لها معلقتين خل على الميه ومعلقتين عسل عشان الدهون دي تسيح اللي في بطن الفراخ. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طيب لو فراخك مثلا عايزه تغذيها وكده اكليها علف عشان تبيض لك والبيضه تبقى حلوه كده وحلوه وكبيره. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ ولازم ترفعي الملاعق للفراخ بتاعتك وتكويها فصين توم وبصل وبصلايه. فصين توم وبصلايه هتكوي الملاعق للفراخ بتاعتك وتبقى فراخك بسم الله ما شاء الله قويه. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله. يبقى لازم تحصني الفراخ بتاعتك. اول ما تجيبيها كده تحصنيها ببصلايه وفصين توم، وبعد كده تعملي لها على طول حط لها خل على الميه على طول لمده اسبوع كده علشان المناعه والميكروب والايداك في الجو دوت بيضر الفراخ. يا حبايبي زي ما انتم شايفين. يبقى لازم اهم حاجه تهتمي بالطيور بتاعتك وبالفراخ، تهتمي بيها اهتمام جميل جدا عشان تقدري تعرفي تنتجي منها انتاج بيض وتعرف تبيض لك كويس. لما تاكليها كويس برضو هتلاقيها البيضه كبيره كده وبسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اهم حاجه الفيديو لو عجبك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد، واستنظري فيديو جديد ان شاء الله. سلام.